من الواضح أنه نحن بداية أمام مرحلة جديدة في سوريا، التوجه فيها نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهذه العلاقات طبعا برعاية للرئيس ترامب. ويبدو من الواضح بأنه الأسبوع المقبل قد يفاجئ العالم بلقاء يجمع فيه بين الرئيس الشرع وبين بنيامين نتنياهو في واشنطن، باعتبار أنه نتنياهو سيزور مطلع الأسبوع المقبل واشنطن. فبالتالي يمكن أن يشهد هكذا لقاء وبالدخول نوع من التسوية. أما بالنسبة إلى ما يسرب من بنود، وبعيدا عن هذه التسريبات، يجب الإضاءة على مسألة أساسية هنا، هي أنك من يريد أن يتوصل إلى هذا النوع من الاتفاقات، اتفاقيات التطبيع مع عدو، يجب أن تكون حكومة شرعية تحظى بالشرعية الشعبية. نحن في سوريا اليوم لسنا أمام حكومة منتخبة شرعية. يعني إذا كانت الولايات المتحدة والغرب عموما حريص على مسألة الديمقراطية والشرعية، فيجب أن تكون هذا النوع من الاتفاقات له حيثية شرعية وقانونية، وبالتالي من حكومة منتخبة، أو أن يكون هناك استفتاء على خيارات الشعب في هذا الاتفاق. وأي اتفاق لا يرعى هذه الشروط للمشاركة الشعبية، وأن تكون من حكومة منتخبة وديمقراطية، لا يمكن الركون فيه إلى القول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق يتضمن موافقة الشعب السوري، لأننا اليوم نحن في سوريا لسنا أمام نظام منتخب بشكل ديمقراطي وشرعي. لذلك الخطوة باتجاه أن تقوم باتفاق مع عدو، هذه مسألة هناك علامات استفهام كبيرة حولها. الرئيس ترامب مستعجل اليوم لكي يفرض هذه الاتفاقيات ويعزز نجاح إدارته، باعتبار أنه هو كان راعي اتفاقيات إبراهام السابقة مع بعض الدول العربية، فيريد أن يعزز هذا النجاح ويصرح بذلك علنا وينجز هذه المسألة. ولكن المهم أيضا أنه أي اتفاق في هذه المرحلة لن يكون لمصلحة سوريا ولا لمصلحة الشعب السوري، باعتبار أنه إسرائيل اليوم هي دولة محتلة، والشعب السوري والدولة السورية في أضعف أوجها وفي أضعف نفوذ لها وفي أضعف قوة على المستوى الديمقراطي أو على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى التنموي. لذلك لن يكون هذا الاتفاق، لأن ليس هناك من أوراق يمكن أن تقدمها سوريا للعالم في هذا الاتفاق. أما بالنسبة للبنود التي بدأت تتسرب حول ما يمكن أن يتضمنه الاتفاق، بطبيعة الحال لن يكون الاتفاق، لن يعطي أي أراضي إضافية أو أن يعيد أراضي إضافية إلى سوريا. هذا الاتفاق لن يعيد أي أراضي إضافية لسوريا أو يحررها، لأنه لا ننسى بأن ترامب قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وما اعترف به ترامب بأنه إسرائيليا لن يعود سوريا بطبيعة الحال. لذلك هذه الأراضي لا يمكن الحديث عنها، باعتبارها بالنسبة لإسرائيل أصبحت أراضي إسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة لترامب. أما بالنسبة للمناطق التي تم الدخول إليها بعد انهيار النظام السابق في سوريا، فهذه مسائل يمكن التفاوض عليها، ويمكن للإسرائيلي أن يتراجع منها إذا ما ضمن بأن هناك اتفاقيات أمنية تراعي المصالح الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي في هذه المنطقة. فيما يتعلق بمزارع شبعة، أعتقد لا يمكن للإسرائيلي بأن يتنازل عن مزارع شبعة، يمكن أن يتنازل عن بعض الأجزاء لسوريا يلي لا تعتبر لها قيمة استراتيجية أو قيمة على المستوى الاستراتيجية المائية في إسرائيل. لذلك المواقع الاستراتيجية والتي كشفت خلال العدوان على إيران بأنه ساعدت إسرائيل بشكل كبير في اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية من خلال منظومات الدفاع التي وضعت في نقطة جبل الشيخ التي احتلتها إسرائيل بعد انهيار النظام السابق. لذلك ما ستركز عليه إسرائيل في هذه المرحلة هو المسائل الأمنية التي يمكن أن تضمن أمن إسرائيل، وأن تضمن حق المرور العسكري وليس البريء للإسرائيلي فوق الأراضي السورية، وبالتالي يمكن أن تشكل قاعدة لزيادة النفوذ الإسرائيلي
في المنطقة، في حين أن السوري كل ما يريد في هذه المرحلة هو أن ينعم بالاستقرار وأن يلقى بعض الدعم الاقتصادي والدعم المالي التي من شأنها أن يعني تعيد بعض السوريين إلى الداخل وتعيد عجلة التنمية في سوريا. دكتور، سؤال الأخير. برأيك يعني سوريا كانت تعتبر العمق الاستراتيجي للبنان. دخول سوريا نادي، يعني نادي الدول المطبعة مع إسرائيل، سيؤثر على لبنان؟ بطبيعة الحال، نحن إذا ما تم هناك أي اتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا، أعتقد بأن انعكاساته على لبنان ستكون كبيرة جدا لناحية الضغوطات التي ستمارس على لبنان للخوض في هذا المسار. لا يمكن أن يحكم لبنان دون الأخذ بعين الاعتبار النظام السياسي في سوريا. هذه مسألة تاريخية، لنراجع التاريخ. لا يمكن أن يكون في لبنان نظام معادي لسوريا، لأنه هذا لا يمكن أن يجلب الاستقرار للبنان. لذلك إذا ما تمت هذه المسألة عملية التطبيع بين سوريا وإسرائيل، لبنان سيجد نفسه في موقع حساس جدا وخطير جدا، يمكن أن يؤدي إلى مآلات يعني غير محبذة لقسم كبير من اللبنانيين، أو ينعكس على المستوى الداخلي الأمني والسياسي اللبناني، لأنه ليس هناك اقتناع لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين بأنه هناك إمكانية للسير في مسار التطبيع. والحكومة الحالية والعهد الحالي لا يمكن أن يسير بخيار يمكن أن يؤدي إلى الواقع الداخلي اللبناني نحو التفجير ونحو التأزم. يعني فخامة الرئيس أو دولة الرئيس أو دولة الرئيس، الكل يملكون من العقلانية والحكمة ما يعني تمكنهم من القول بأنه أي فرض لقرار أو اتفاقية تطبيع مع العدو الإسرائيلي يمكن أن يفجر الساحة الداخلية اللبنانية، وبالتالي لا يمكن فرض هذا النوع من القرارات في الداخل اللبناني.